الفجع، الطمع، الكسل، الشهوة، التكبر، الحسد، الغضب. What's in the box? Not till you give me the What's in gun. the fucking box? تخيل معايا كده ان انت عايش في مدينة ضايعة وسوداوية ومظلمة، وفي وسط كل ده في قاتل متسلسل بيقتل كل ضحية على حسب الخطيئة بتاعتها. يلا نحلل فيلم 7. فيلم 7 فيلم من إخراج عمي دافيد فينشر وبطولة مجموعة من الممثلين، مش لازم أقولك أساميهم ونخش في الفيلم على طول. أول مشهد جايب لك المحقق سومرسيت، وبنفهم إن شخصيته شخصية هادية وبسيطة ونموذجية، وحياته منظمة جدا ممكن تحسده عليها. وبنفهم بعد كده إن هو هيتقاعد من الوظيفة دي بعد 7 أيام، علشان هو زهق من السوداوية اللي في القضايا اللي بيحقق فيها. بعدها بيحقق في أول قضية في الفيلم إن في 2 متجوزين والزوجة قتلت زوجها، فهو بيسأل زميله بيقول له هل الطفل شاف اللي حصل ده ولا لأ؟ زميله ساعتها بيستهزأ بيه وبيقول له مش مهم، المهم إن القضية محلولة وسهلة، وكده كده هنخلص منك ومن أسئلتك العاطفية اللي ملهاش لازمة دي لما تتقاعد. على الناحية التانية عندنا المحقق ميلز، عكسه تماما، شاب مندفع ومتحمس ولسه عنده أمل يعمل حاجة، ولسه جاي من مدينة جديد بعد ما صمم إنه يشتغل فيها. بس أول لقاء ما بينه وما بين سومرسيت ما كانش لطيف، ما كانش أحسن حاجة، لأن سومرسيت سأله قال له إيه الأسباب اللي خلتك تصمم تيجي المدينة السوداوية دي وتشتغل فيها؟ فميلز بيقول له نفس الأسباب اللي أنت خايف تواجهها وهتتقاعد عشانها، كأنه بيستهزأ بيه وبيقول له إن أنت خايف تواجه القضايا السوداوية اللي في المدينة دي والبشاعة اللي فيها، لكن أنا جاي عشان أحلها. وكمان بيقول له أتمنى إن المدة بتاعتنا لحد ما أنت تتقاعد تعدي بلطف وتعدي بالحب عشان ما يحصلش ما بيننا مشكلة. فسومرسيت بيقول له اعمل لي جميلة لحد ما ال7 أيام بتوعي يخلصوا واسمع كلامي. خدت بالك انت من ال7 أيام دول؟ وبنشوف بعدها على طول في نفس المشهد ان ميلز متضايق ومتعصب، وهنا بيقول لك ان خد بالك الشخصية دي عصبية جدا. بيبتدوا هما الاتنين يحققوا في القضايا ال7 اللي كل قضية بتبقى على حسب خطيئة من الخطايا ال7 اللي قلت لك عليهم. وأول قضية كانت الفجعة، وهما بيلاقوا واحد مقتول بعد ما كل أكل زيادة عن اللزوم، فضل ياكل لحد ما مات، وواضح إن هو كان تحت التهديد عشان كده كل لحد ما بطنه اتملت ومات. القضية التانية الطمع، بنلاقي إن في محامي اتقتل في المكتب بتاعه، كمان بنلاقي إن في صورة لزوجة المحامي وحوالين عينيها دم، كأن السفاح عايز يقول لهم أو يلمح لهم إنها شافت حاجة أو محتاجة تشوف حاجة تساعدهم في حل القضية. المشهد اللي بعده بنلاقي إن سومرسيت طلع على المكتبة علشان يبحث عن كتاب الخطايا ال7، حتى هو في المكتبة بينتقد اللي مسؤولين عنها لأن هم قاعدين فوق بيلعبوا كوتشينة ومشغلين مزيكا ولا في دماغهم أي حاجة. بعدها فعلا سومرسيت بيلاقي الكتاب بتاع الخطايا ال7 وبيبعت أي معلومة بيكتشفها لميلز علشان تساعده في حل القضية. حتى في مشهد تاني بنشوف ميلز وهو في العربية بتاعته متعصب ومسك الكتاب وبيشتم اللي كتبه وبيقطعه وبيمسك دماغه، وتاني بيقولك إنه شخص عصبي ومستعجل في كل حاجة. بعدها زوجة ميلز بتعزم سومرسيت على العشاء في بيتهم، وده مشهد مش محتاج تحليل، بس في حاجة مهمة حصلت في البيت ده محدش قالك عليها قبل كده. في مشهد كانوا مع بعض في الأوضة سومرسيت وميلز وكانوا بيحققوا في القضية، فبنكتشف إن الخطايا ال7 في الأصل مش بيبدأوا بالفجعة بل بيبدأوا بالتكبر. طب اشمعنى السفاح بدأ بالفجعة؟ بيقولوا إن في واحد اسمه تاندي ليه قصة إن هو كان بيتسلق الجبل مع واحد صاحبه، وقبل ما يوصلوا لذات الإثمين بدأوا بالفجعة مش بالتكبر،
فاحنا هنا فهمنا ان هو ماشي بحسب قصة تاندي مش بالخطايا السبعة الاصليين. وهنا فهمنا ليه الفيلم بادئ بالفجعة. بعدها بيوصلوا لزوجة المحامي عشان يحققوا معاها، فهي بتاخد بالها ان اللوحة اللي في المكتب مقلوبة، وبتقول لهم في هنا حاجة غلط. طبعا بيطلعوا على المكتب بتاع المحامي وبيشوفوا اللوحة دي وبيلاقوها مقلوبة فعلا. بس ميلز كان واقف متعصب ومستعجل وبيقول له السفاح ده بيلعب بينا ومش هنستفاد حاجة، يلا نمشي. طبعا سوما ست عاقل وهادي بيلف اللوحة بيلاقي ان في على الحيطة كلام مكتوب، بس هو مسحه بحاجة كده مادة معينة عشان يكتشفه. طبعا ميلز بيتكسف وبيقول له انت اكتشفتها ازاي دي؟ فبيقول له اتصل بالمعمل بتاع البصمات. لما بيوصلوا للمعمل بتاع البصمات بنكتشف ان اللي على الحيطة ده كلمة هيلب مي. بس المفاجأة ان دي مش بصمات الضحية، دي بصمات حد مجهول. ولحد ما يكتشفوا مين الشخص ده بيبقى في مشهد بيبقى قاعد فيه ميلز مع سوما ست تحت مستنيين لما يكتشفوا هم بقى مين الشخص ده. حتى في المشهد ده سوما ست بيقول لميلز ان احنا ملناش لازمة، كل اللي بنعمله ان احنا بنجمع شوية ادلة على ملفات عشان نحطها في المحكمة يمكن تساعدنا بعدين، لكن مش بنحل القضايا ولا حاجة. ساعتها ميلز بيقاوح وبيقول له لا طبعا احنا خلاص هنوصل للقاتل اهو. وبيناموا لحد تاني يوم، وفي تاني يوم فعلا بيكتشفوا مين الشخص صاحب البصمات دي. بيطلع شخص كان تاجر مخدرات قبل كده ومغتصب اطفال وحاجة يعني ما اقولكش يعني. فهم طبعا خلاص هيقبضوا عليه، بس المحققين بتوعنا مش مقتنعين بده وبيقولوا ان على طول السفاح كان عنده دافع وغاية عايز يوصل لها. يعني هم شاكين ان اللي هم يقبضوا عليه ده المتهم الحقيقي. فعلا بيوصلوا للمكان اللي فيه الشخص ده اللي لقوا بصماته وبيطلعوا عشان يقبضوا عليه. والمفاجأة ان الشخص ده اصلا متعذب وحالته حالة ونايم وفوقيه مكتوب سلوث يعني الكسل، يعني خطيئته الكسل. ولما بيحققوا في الأوضة بيكتشفوا إن الشخص ده فضل يتعذب بأسلوب بشع لمدة سنة كاملة، سنة كاملة السفاح بيعذبه. بعدها وهم واقفين في المكان ده بيطلع واحد صحفي وبياخد لهم كام لقطة، فميلز بيتعصب عليه كعادته وبيحدف له الكاميرا خالص. فساعتها سوما ست بيقول له انت اتعصبت عليه ليه وليه عملت كده؟ الناس دي بتدفع فلوس قد كده للحكومة عشان تاخد اللقطات دي. فميلز بيقول له اعمل ايه ما هما بيعصبوني. وبالمناسبة يعني الشخص ده هو كيفن سبيسي او جون دو السفاح اصلا، بس هما طبعا ما كانش عندهم المعلومة دي ساعتها. بعدها سوما ست بياخد ميلز وبيطلعوا على المكتبة وبياخد فلوس من ميلز بيديها لشخص مجهول. وثانية واحدة كده، مش ده الشخص اللي كان مسؤول عن السجن في فيلم شاوشانك؟ شبهه. المهم يعني ما علينا، ميلز بيسأله انت خدت الفلوس مني ليه ومين الشخص ده؟ فهم قاعدين عند الحلاق بيقول له ان في كتب معينة بيبقى عليها إقامة من المباحث الفيدرالية، فالناس دي بيكتبوا أساميهم علشان ممكن يعملوا بالكتب دي حاجة وحشة. الكتب بتاعت السفاحين والأسلحة النووية والخطايا السبعة وهكذا يعني. فهو خلى الشخص المجهول ده شغال في المباحث الفيدرالية فهيديله الأسامي دي، عشان كده هو اداله فلوس. وده عمل مش قانوني، لو حد قفشهم هيتشال وحده. وفعلا بيخش الشخص المجهول وبيديله الأسامي بتاعت الناس دي وبيلاقوا اسم جون دو وبيلاقوا ان هو جاب الكتاب بتاع الخطايا السبعة، فبيبدأوا بيه وبيطلعوا على الشقة بتاعته. وهما عند الباب بتاعه بيخبطوا عليه، بيطلع اصلا جون دو على السلم فبيشوفهم من بعيد وبيطلع مسدسه وبيديهم كام طلقة وبيمشي. وبيحصل ساعتها مشهد جامد قوي لما ميلز بيطلع علشان يقفشه. وخدت بالك انت من رقم 6 اللي جنب وش ميلز ده؟ هتفهمه في النهاية. المهم ميلز بيفشل ان هو يقفشه، بل بالعكس ده جون دو هو اللي كان هيموت ميلز، بس بيعمل كده وبيسيبه ويمشي. ساعتها بقى بيطلعوا تاني البيت، وطبعا سوما ست عشان هو هادي وعاقل بيقول لميلز ما ينفعش نخش البيت ده لان احنا جايين بعمل مش قانوني، لازم يبقى معانا اذن من النيابة. وميلز عصبي طبعا فبياخده على قد عقله ويقول له خلاص خلاص معاك حق، وبيكسر الباب وبيخش الشقة عافية. تاني بيقول لك انه شخص عصبي وبيستعجل وما بياخدش وقت عشان يعمل الحاجة الصح. وهم بقى جوه الشقة بيحققوا فيها، بتيجي مكالمة فميلز بياخد التليفون وبيقول الو، فبيطلع ان ده جون دو السفاح.
وبيقول له انا معجب بالاداء بتاعكم، وعشان كده هعمل او هعدل الخطة بتاعتي على حسب اللي حصل اليوم ده، النكسة بتاعت اليوم ده. ايه اللي حصل؟ ان سوما ست خد ميلز بعمل مش قانوني ووصلوا الشقة بتاعته، فبسبب الموقف ده هو هيعدل الخطة بتاعته. يعني كان هيقتل ضحايا، بس هيعدل الخطة وهيقتل ضحايا تانيين. بعدها وهما بيحققوا، ميلز بيلاقي في الشقة بتاعته صورة واحدة مش كويسة، انت فاهم بقى، ودي خطيئة الشهوة. مش لازم اقول المشهد ده بالتفصيل لانها اتقتلت بشكل بشع قوي، ما ينفعش اقوله. ونسيت اقولك على مشهد ان زوجة ميلز اتصلت بسوما ست وقالت له عايزة اقابلك عشان اقولك على حاجة، ولما بيقابلها بتقول له ان هي حامل وخايفة تخلف طفل في المدينة السوداوية دي لانها مش بتحب المدينة دي. فبتاخد نصيحته، فهو بيقول لها ان هو زمان كان في نفس الموقف وكانت حبيبته حامل بس خلاها تنازل الطفل، واي نعم هو عمل الصح بس كل يوم بيندم على اللي هو عمله. فبيقول لها عندك حل من الاتنين، يا تعملي زيي يا ما تعمليش زيي، وما تقوليش لمنزل انك حامل لحد ما تخلفي، بس لما تخلفي الطفل اهتمي بيه وما تخليهوش يحس بالسوداوية اللي في العالم، هتكون انت الملجأ الوحيد ليه للأمان. وهي بتعيط، وده بيخدم لك السوداوية اللي في الفيلم، وبيقول لك قد ايه المدينة دي سوداوية، حتى اللي عايشين فيها خايفين يخلفوا. بعدها طبعا القضية بتاعت التكبر والخطيئة بتاعت التكبر، بيلاقوا واحدة مقتولة علشان هي موديل ومهتمة بشكلها زيادة عن اللزوم. فالسفاح عمل معاها ايه؟ بعد ما شوه وشها حط في ايديها اليمين تليفون وايديها الشمال متهيألي سكينة، وقال لها يا اما تطلبي الاسعاف وتعيشي بس هتعيشي مشوهة، يا اما تموتي نفسك. طبعا قتلت نفسها لانها مستحيل تعيش وشكلها مشوه. بعدها المشهد اللي بيجي فيه السفاح، ويا الله على ده مشهد، الدخلة بتاعت كيفن سبيس يا جماعة في حتة تانية. بعدها المحامي بتاعه بيطلب منهم المحققين وبيقول لهم ان لسه في جثتين تانيين في مكان هو مخبيهم، وعشان توصلوا لهم هو عايزكم تاخدوه وتطلعوا على المكان ده، وهو مش هيقولكوا على المكان ده الا لما تسمعوا كلامه. طبعا بيوافقوا عشان يشوفوا الجثتين دول فين، وبياخدوه وبيطلعوا على المكان اللي هو محدده. وهما في السكة السفاح بيستفز ميلز عشان يعصبه، وميلز بيتعصب عليه جامد. ساعتها بنشوف ان السفاح ابتسم ابتسامة كده كأنه اتأكد ان ميلز خطيئته الغضب ويستحق اللي هيحصل له. حتى كمان سوما ست كان بيبص لميلز وخايف منه. بيوصلوا للمكان فعلا، وبينزل السفاح وبيسألهم هي الساعة كام؟ بيقولوا له 7:01. فبيقول لهم هانت. وبعدها سوما ست بيلاقي ان في كلب ميت على السكة، فبيبص للسفاح، فالسفاح بيقول له مش انا اللي عملت كده. طبعا بالنسبة لك ده مشهد كوميدي عادي، لكن المشهد ده اعمق مما تتخيل، ودي تفصيلة محدش قالك عليها قبل كده. ايه هي بقى التفصيلة دي؟ بكل بساطة السفاح بيقتل اي ضحية كانت بتعمل خطيئة من الخطايا ال7، والكلب ده حيوان أليف ما عملش ولا خطيئة من الخطايا. يعني هو ما بيقتلش حد بدون سبب، هو مش مجنون، هو شخص جاي يقدم مسج معينة، بيحقق هدف معين. علشان كده قال لهم مش انا اللي عملت كده، انا مش هقتل كلب ملوش ذنب، كلب ما عملش حاجة، لا كل اللي قتلتهم كانوا يستحقوا الموت. حتى وهم في السكة قال لهم ان كان في واحد تخين مقزز فانا قتلته، واحد تاني كان محامي بس فاسد فانا قتلته، وهكذا. بعدها بيجي المشهد بتاع الصندوق، بيجي واحد معاه صندوق، فسوما الست بيقول له الصندوق ده بتاع مين؟ بيقول له واحد اسمه ميلز طلب منه يجيب الصندوق ده في المكان ده الساعة 7. فبيقول له هات الصندوق وامشي. بيفتح الصندوق، والمفاجأة اللي جوه الصندوق دماغ زوجة ميلز اتقتلت، السفاح قتلها ودمها كان على ايده وهو بيسلم نفسه. الناحية التانية طبعا السفاح عمال يعصب ميلز ويستفزه ويقول له ان انا قتلتها وهي كانت بتتحايل عليا ما قتلهاش. فميلز بيقول له انت بتقول ايه؟ انت بتقول اي كلام. بيجي طبعا سوما ست وميلز بيقعد يساله ايه اللي في الصندوق؟ ايه اللي في الصندوق؟ وسوما ست مش عايز يقول له، وانا مش فاهم ليه حتى ما كدبش عليه ساعتها علشان يتحكم في اعصابه وما يقتلش السفاح. المهم السفاح بيقول له ان هي كانت حامل وقالت لي ما تقتلنيش عشان الطفل اللي في بطني. فميلز طبعا متفاجئ لان ما قالتلوش ان هي حامل. فساعتها السفاح بيبص لسوما ست وبيقول له اوبس ما قالتلوش. طبعا ميلز
خطيئته الغضب وعصبي طول الفيلم، فأكيد هيقتله، وبيقتله ب6 طلقات. المشهد اللي بعده على طول بيقبضوا على ميلز، وسوما 6 بيقول الجملة الأهم في الفيلم، إن العالم مكان جميل يستحق إن إحنا ندافع عنه. أتفق بس مع الجزء التاني والفيلم بيخلص. استنى، الفيديو لسه مخلص، ده احنا لسه هنبدأ. احنا بنحلل فيلم 7، يعني كوباية قهوتك وتعالى معايا. كل حاجة في الفيلم ده معمولة بالصياعة، طبعا المخرج دافيد فينشر. كل حاجة مظبوطة، من الإضاءة الخافتة للتصوير الغامق للأجواء اللي انت بتعيش فيها. 1. المطر اللي شغال طول الفيلم، وكأنه جاي بيقولك إن المطر ده بيقوم بنفس الوظيفة اللي السفاح بيقوم بيها في الفيلم. إزاي يعني؟ يعني بكل بساطة، الدنيا بتمطر ليه؟ علشان تنظف الأرض من الوساخة اللي فيها، وأنا آسف في لفظ الوساخة، بس ده اللي السفاح كان بيعمله، كان بيحاول يطهر الأرض من الأخطاء اللي فيها. 2. السوداوية في الفيلم ده كانت واضحة بشكل مبالغ فيه. يكفي إن زوجة ميلز لما اتصلت بسوما 6 وقالت له أنا خايفة أخلف طفل في عالم سوداوي زي ده. كل حاجة في الفيلم كانت سوداوية، وكانت بتقولك إن العالم اللي أنت عايش فيه مش لازم يكون جميل، بالعكس ممكن تكون عايش في مدينة سوداوية زي دي. 3. تخيل الأحداث. لو خدت بالك إن مفيش ولا جريمة قتل أنت شفتها بعينك، ده أنت بتشوفها بعد ما خلصت. وهنا المخرج عايزك تتخيل الأحداث في دماغك. حتى مشهد الصندوق ما جابلكش دماغها وهي في الصندوق، هو عايزك أنت تتخيل الموقف ده بشع إزاي وعامل إزاي، لأنه مهما عمل لك مشهد حلو تخيلك للموقف بيبقى أصعب وأحسن، فأنت بتعيش في الأجواء اللي في الفيلم. تعالوا نحلل الجملة اللي قالها سوما 6 في نهاية الفيلم، إن العالم مكان جميل ويستحق إن احنا ندافع عنه. أتفق بس مع الجزء التاني. يعني إيه بقى الجملة دي؟ يعني عايز يقولك إن الناس نوعين، نوع شايف إن الدنيا دي جميلة وجنة، ونوع تاني شايف إن هي سوداوية ومتستحقش إن أنت تدافع عنها. لأن أوقات وأحيانا الدنيا بتاعتنا دي بتبقى زي صندوق الزبالة، شكله نضيف بس محتواه أكياس زبالة. طب إيه الهدف من الجملة دي؟ إنه عايز يقولك إن الفيلم معمول عشان يوصلك هدف معين. الهدف ده هو إن مش لازم العالم يكون مثالي علشان تدافع عنه وتصلح فيه ويفضل عندك أمل تعيش عشانه. ولأن معظم الناس فهمت الجملة دي غلط وشافت إن الفيلم بيقدم مسج سوداوية بس، لأ، الفيلم مش بيحبطك، الفيلم جاي يقولك ما تفقدش الأمل. بس مش لازم يكون العالم مثالي علشان ما تفقدش الأمل، بالعكس العالم مش مكان جميل على طول ومش وحش على طول. لأن هو قال لميلز في أول الفيلم إيه اللي خلاك تيجي المدينة دي بالظبط، مع إن في مدن تانية القضايا فيها أسهل وما فيهاش السوداوية اللي في المدينة دي. ما قالوش العالم، قال له المدينة، يعني العالم فيه الحلو والوحش، فأنت لازم تدافع عن العالم بتاعك وتحاول تصلح فيه وتحاول تعمل حاجة ويبقى عندك أمل، سواء كان العالم اللي انت عايش فيه جميل أو سوداوي، المهم ما تفقدش الأمل. نيجي بقى للمسجات المهمة اللي الفيلم عايز يقولها. 1. إن الشر موجود في كل مكان ومش لازم يكون ليه تفسير. وشوفنا ده لما السفاح جون دو كان بيقتل كل ضحية على حسب الخطيئة اللي كانت بتعملها طول حياتها، القصاص بمعنى أصح، علشان يثبت إن العالم بتاعنا غطسان في الذنوب ومش هيطلع منها. يعني مش دايما الشر بيكون ليه سبب منطقي، بل أحيانا هيلبس وش العدالة علشان يقول إن اللي بيعمله ده صح مع إنه غلط طبعا. والسؤال بتاع الحلقة هو هل القاتل معاه حق ولا لأ؟ الإجابة لأ طبعا. انت ليه بتخلي الناس تتوب غصب عنها؟ ليه بتقتلهم؟ التوبة دايما بتبقى بإيد الشخص، يا يتوب يا ما يتوبش، واللي هيحاسبه اللي خلقه. مين انت علشان تخلي الناس تتوب غصب عنها؟ اصلا التوبة لو مش بمزاج الشخص مش منطقية، مش توبة صحيحة، فاللي هو بيعمله ده غلط تماما، ومش معنى ان هو عنده سبب للي بيعمله ودافع فلسفي او ديني يبقى هو صح. 2.
النظام القانوني مهما كان منظم ممكن يقع ضد الضغوطات اللي عليه، زي ما شفنا إن ميلز مع إنه شخص قانوني وشخص بيلتزم بالقانون ضعف بسبب الخطيئة بتاعته وما استحملش الضغط اللي عليه وغلط وتساوى بالسفاح لما قتله. فده بيقول لك إن مهما كان النظام منظم ممكن يقع، وإنه كمان مش شيء كافي علشان يواجه الأذى والسوداوية اللي في العالم بتاعنا، بل أحيانا لازم نعتمد عليه وعلى أخلاقنا. 3. مش لازم الانتقام يكون عدالة دايما، لأن ميلز لما قتل السفاح هو كده اتساوى بيه. مش لازم دايما المعاملة تكون بالمثل، خصوصا في الأذى، لأن انت كده بتتساوى بالشخص اللي أذاك وبتبقى انتوا الاتنين واحد. اللي عايز أقوله إن مش دايما الانتقام بيكون هو الحل، بل هناك حلول تانية تستحق إنك تاخد وقت عشان تاخد بالك منها. وفي النهاية عايز أقولك إن العالم مهما كان مظلم لازم نتمسك ببصيص من الأمل، ودي الجملة اللي قالها في نهاية الفيلم اللي حللناها مع بعض. في النهاية لازم نقول إن فيلم 7 مش أي فيلم تقليدي. الفيلم ده بيخليك تسأل نفسك تساؤلات، ومن التساؤلات دي هل الناس اللي بتعمل حاجات وحشة زي جون دو بس بتلبس قناع العدالة هل معاهم حق ولا لأ؟ وهل ده سبب كافي للي بيعملوه ولا لأ؟ والإجابة طبعا زي ما قلت لك لأ. الفيلم ده عننا كلنا، عني وعنك وعن أي حد، وعن اللحظة اللي أي بني آدم فيها بيقع وبيستسلم. اوعى تستسلم للخطيئة بتاعتك ولازم تواجهها. وما تنساش بقى تكتب لي في الكومنتات هل النهاية بتاعت الفيلم عجبتك ولا لأ؟ ولو الفيديو بتاعي عجبك اعمل لايك، ما تبقاش بخيل. احنا عملنا مجهود ما يتوصفش عشان نوصل لك الفيديو ده بالمعلومات الجديدة اللي انت ما سمعتهاش قبل كده دي. والسؤال بتاع الحلقة اللي هسيبك انت تجاوب عليه، مين اللي قتل زوجة ميلز؟ هتقولي كيفن سبيسي، جون دو. اقول لك لا طبعا، انا مش بسأل السؤال بالسذاجة دي، الإجابة أعمق مما تتخيل. فأنا عايزك تجاوبني في الكومنتات وتشغل دماغك وتقولي مين كان السبب في إن زوجة ميلز تموت. أنا خلصت خلاص وبس كده، سلام.